ازاي تقدر تتعامل مع الناس وتكسب حبهم واحترامهم من اول لقاء. 90% من نجاح عملية التواصل مع اي شخص معتمدة اعتماد كلي على انك تفهم شخصية الشخص اللي قدامك، واكيد الاهم انك تفهم شخصيتك انت الاول. وعلشان كده في الحلقة دي هقول لك على افضل 3 طرق تقدر من خلالهم انك تكسب قلب وعقل اي شخص بس من اول لقاء. وركز قوي في الطريقه رقم 3 لان هي من اسهل وافضل الطرق اللي هتساعدك انك تعمل كده. ولو انت اول مره بتشوفني فانا ايهاب الغرباوي، اخصائي التحليل النفسي من خلال لغه الجسد وعلم الفراسه. وعلشان ما اطولش عليك يلا بينا ندخل في صلب الموضوع. اهلا بكم من جديد. في البدايه خليني اقول لك ان في حاجه مهمه جدا اسمها الانماط التمثيليه للشخص. وانا برضو سامعك يلي بتسال يعني ايه. كل واحد مننا عنده 3 شخصيات بيعيشوا معاه فتره كبيره جدا من حياته. اول نمط فيهم وهو النمط البصري، ثاني نمط فيهم وهو النمط السمعي، ثالث نمط فيهم وهو النمط الحسي. بكل بساطه لو قدرت تعرف ايه هو النمط التمثيلي للشخص اللي قدامك هيكون عندك القدرة الكاملة على إنك تسحر قلبه وكمان عقله. وأنا هنا علشان أساعدك إزاي تقدر تعمل كده بشكل سهل وبشكل عملي، وهتشوف الفرق بنفسك. أول نمط هنتكلم فيه وهو النمط البصري. النمط البصري الشخص أول ما هتشوفه هتعرفه مباشرة. وكمان دلوقتي هقول لك على أفضل طريقة تقدر تكسب بيها الشخص البصري وتسحر عقله. بص يا سيدي، ورقة وقلم، فنجان قهوتك الجميل، واكتب ورايا. رقم 1، الإنسان البصري دايما بيتكلم بصوت عالي جدا وحاد جدا، زي مين مثلا؟ زي الأستاذ عمرو أديب. رقم 2، إن هو شخص بطبعه مقاطع للشخص اللي قدامه، يعني لو أنت بتتكلم معاه هتلاقيه دايما بيقطعك ويبقى هو اللي عاوز يتكلم. رقم 3، طريقة تنفسه هتلاقيها دايما سريعة وعالية جدا. كمان هتحس إن هو بيتكلم معاك مش لاحق ياخد نفسه. كمان الشخص البصري بيمل بسرعة جدا لو حس ان الموضوع اللي هو بيتكلم فيه ده مش مفيد او ما فيهوش اثارة. كمان الشخص البصري هتلاقيه دايما عنده فرط حركة، هتلاقيه عمال يفرك كده في مكانه، وهتحس وانت بتتعامل معاه ان هو مش راسي. في كلمات بقى بتعبر عن الشخص البصري وهتلاقيه دايما بيقول الكلمات دي، فاول ما تسمعها منه هتعرف نمطه التمثيلي. اول كلمة هتلاقيه دايما بيقولها، تخيل معايا كده، شوف كده معايا الموضوع ده، بص كده وحاول تفهمني، وريني كده وجهة نظرك، حاول كده تبص للموضوع بعيني. المهم ان هو بنسبة 90% هتلاقي كلامه في حاجة ليها علاقة اما بالصورة او بالتخيل. الشخص اللي زي كده دايما تلاقيه بيهتم بالشكل ويهتم بالصورة. ودلوقتي هديك مثال هيوضح لك كلامي. على سبيل المثال الشخص البصري لو بيشتري عربية هتلاقيه دايما بيهتم بالشكل الخارجي للعربية، بالرفاهية اللي موجودة فيها، وبشكل هو شخصيا لما هيبقى جوه العربيه دي او تبقى العربيه معاه. ففي النهايه هو بيدور على المظهر، بيدور على الالوان، بيدور على الحاجه اللي هتضيف له صوره او هتخلي شكله احسن. يعني من الاخر كده شخص بصري وكمان عنده قدره عاليه جدا على حفظ الاماكن عن طريق الصور والاشكال. يعني الشخص اللي زي كده لو راح مكان من فتره طويله جدا او من زمن كتير جدا وشاف نفس المكان ده تاني هيقول لك انا شفت المكان ده قبل كده. بما انه بيقول لك انا شفت المكان ده قبل كده هتعرف على طول ان النمط بتاعه بالظبط نمطه البصري. طب الشخص البصري ده بقى طريقة نومه عاملة ازاي؟ بص يا سيدي، هتلاقي الشخص البصري ده عمال بيفرك في السرير وهو نايم. هتلاقي راسه مكان رجليه، رجليه مكان راسه. يعني من الاخر لو كنت بتنام جنب منه في السرير وجاي من يوم فيه تعب كتير جدا في الشغل، فعشان تقدر تنام جنب منه فانت محتاج انك تربطه كويس وتكتفه في السرير. اما بقى النمط التمثيلي الثاني فهو النمط السمعي. وهنا بقى ربنا يستر لو كان جوزك او المدام بتاعت حضرتك نمطها التمثيلي سمعي يبقى ربنا معاكم. وقبل ما اقول لك على النمط السمعي وازاي تقدر تعرفه وتكشف شخصيته من اول مقابله، مهم جدا دلوقتي انك تنزل تعمل اشتراك بالقناه وتفعل زر الجرس للكل علشان يوصلك كل الفيديوهات وكل الاشعارات من النوع ده. النمط السمعي صاحب الشخصيه العاقله والرزينه واللي دايما بيطبق نظريه في حياته: لا احد يفهم غموضي. ايه هي بقى مواصفات النمط السمعي وازاي اقدر اعرفه من اول مقابله؟ الشخص السمعي هتلاقيه دايما بيستخدم طبقات معينه كده من صوته وهو بيتكلم معاك. يعني مثلا لو بيشرح لك حاجه او حتى بيحكي لك موقف على سبيل المثال،
هتلاقي نفسك عشت جوه الموقف ده بس من خلال نبرة صوته وطريقة تحكمه في نبرات صوته وهو بيحكي لك الموقف. وعلشان كده بقى خد بالك من اللي هقوله لك دلوقتي ده، ورقتك وقلمك وفنجان قهوتك الجميل واكتب ورايا. رقم واحد، الشخص السمعي هو أكتر شخص هتقابله في حياتك عنده قدرة على استخدام أذنه واستخدام حاسة السمع بشكل كبير جدا. بيهتم أكتر بالأصوات وكمان عنده قدرة عالية جدا على تحديد الأصوات. على سبيل المثال لو كنتم جروب وكان فيكم واحد سمعي، لو في موبايل رن أو لو في أي صوت أو في أي مصدر لأي صوت هيكون هو الشخص رقم واحد اللي بيقدر يسمع الصوت ده ويحدده. وكمان هتلاقيه بيقول لكم خدوا بالكم يا جماعة في موبايل بيتصل أو بيرن أو في صوت معين، فهو رقم واحد اللي هيقدر يحدد ان في صوت غريب ظهر في الجروب ده. كمان الشخص السمعي لا يقاطع احد ولا يحب ان حد يقاطعه، يعني لو انت بتتكلم في موضوع هتلاقيه بيسمعك للنهايه وكله اذان صاغيه، ولكن هو كمان لو اتكلم ما يحبش ان حد يقاطعه. كمان الشخص السمعي بياخد وقته جدا في الكلام وبيحب يركز في الحاجه وبيتأنى في ردود افعاله بشكل كبير جدا. اما بقى قراراته فمبنيه على اساس الحاجه اللي هو بيسمعها او على تحليله للموقف. كمان النمط السمعي دايما هتلاقيه بيطبق مقوله تعرف فلان اعرفه، عشرته لا ما عشرتوش يبقى ما تعرفوش. ايه هي بقى الكلمات اللي اول ما هتسمعها من الشخص اللي قدامك هتقدر تحدد ان النمط التمثيلي بتاعه هو النمط السمعي؟ الشخص السمعي هتلاقيه فيه كلمات معينه دايما بيرددها في طريقه كلامه، زي على سبيل المثال الصوت واضح، انت فاهمني، طب انت سامعني، سمعت التلفزيون النهارده. هو طبيعي ان التلفزيون بيتشاف ولكن بالنسبه له هو بيتسمع. سمعت الخبر ده، صوتك مش واضح او صوتك مش طبيعي او في حاجه في نبره صوتك مش عاجبني، حاسس ان صوتك مش طبيعي. ادي لك مثال توضيحي اكتر. فاكر من شويه النمط البصري اللي كان بيشتري عربيه وقلنا ان هو بيهتم اكتر بشكل ولون العربيه وتفاصيلها؟ اما النمط السمعي مختلف تماما. النمط السمعي شخص بيهتم بادق التفاصيل، يعني بكل بساطه ممكن تلاقيه بينزل تحت العربيه وبيفتح الشنطه وبيفتح الكبوت ودخل جوه وطلع فوق، بيلم كل التفاصيل. وبعد ما بيعمل كل ده ما بياخدش قرار الشراء، ولكن بياخد فتره او مده يفكر فيها ويشوف العروض التانيه او يشوف الحاجات التانيه المعروضه علشان بالفعل يقدر ياخد قرار ان هو يشتري. على عكس مين؟ سمعك يلي بتقول على عكس النمط البصري. اما بقى النظام التمثيلي رقم 3 واللي مهم جدا واللي يا بخته ويا حظه ويا سعده اللي عنده شخص حسي، الانسان الحنين صاحب المشاعر والاحاسيس العاليه جدا. عاوز اقول لك يا صديقي انك بالفعل محظوظ لو تعرف حد نمطه التمثيلي حسي. وده ليه؟ ان بكل بساطه النمط الحسي عمره ما هيعمل اي حاجه تزعلك سواء بقصد او بدون قصد، لانه بالفعل بيخاف على مشاعرك بشكل محترم جدا. سامعك اللي بتقول ازاي بقى اقدر اعرف النمط الحسي؟ ابو قلب ابيض، ورقتك وقلمك وفنجان قهوتك الجميل واكتب ورايا. وبمناسبه فنجان القهوه، انا بالفعل بشرب قهوه في الكافيه ده. الكافيه ده حلو جدا وهسيب لكم اللوكيشن بتاعه في الوصف اسفل الفيديو علشان نشرب قهوه هنا. ولو انت من سكان المقطم فضروري جدا تكتب لي في التعليقات علشان نتقابل واتعرف عليك ونشرب فنجان قهوه مع بعض. رقم واحد، هتلاقيه شخص دايما هادي ونبره صوته هاديه وجميله تقدر تسمعها، مفيش فيه اي ازعاج في طريقه كلامه. رقم اتنين، هتلاقي دايما الشخص الحسي بيتنفس بعمق وبراحه شديده، هتلاقيه بياخد راحته في الكلام بشكل كبير جدا ويفضل انه يكون رايق وهادي البال. هتلاقيه كمان من الشخصيات الودود جدا والحبوب جدا في تعاملاته. كمان هتلاقيه من الشخصيات المتفائله جدا للحياه حتى في ظل اصعب الامور. 90% من اهتماماته هتلاقيها كلها راحه لاتجاه المشاعر والاحاسيس. اما بالنسبه لقراراته فهي مبنيه على مشاعره وعلى احاسيسه. على سبيل المثال الشخص الحسي لو بيشتري لنفسه حاجه او بيشتري لحد تاني هديه على سبيل المثال، فهو هيجيب اكتر حاجه اما ان هو يحبها او ان الشخص اللي رايح له الهديه يكون هيحبها. كمان الشخص الحسي بيفكر في الكلام بقلبه مش بعقله، وبيوزن الكلام وبياخد فيه فتره كبيره جدا علشان ما يسببش اي اذى او يزعل اي شخص قدامه. فاكر بقى البصري بتاع اول نوع ده من الشخصيات اللي لو عايز ينقضك في حاجه فهيخبطها لك في وشك كده زي ما هي،
تزعل ما تزعلش مش مهم، المهم ان هو قالها لك زي ما هي. اما النمط الحسي ابو قلب ابيض الجميل، لا، هياخد فتره علشان يحاول يقول لك الحاجه بالشكل اللي مش هيزعلك، ولو حس ان انت ممكن تزعل منه مش هيقول لك الحاجه دي اصلا. ايه بقى هي الكلمات اللي بيحبها النمط الحسي واللي دايما هتسمعها منه اول ما هيتكلم؟ الشخص الحسي في مجموعه كلمات كده بيستخدمها في كلامه، منها على سبيل المثال: انا حاسس ان كلامك صح، انا حاسس ان ده شكله جميل او شكله وحش، انا مش مرتاح، حط ايدك على الموضوع، انا مسكت طرف الموضوع، انا مش حاسس الموضوع ده. بص، بكل بساطه هتلاقي دايما كلامه فيه حاجه اما ملموسه او حاجه محسوسه، المهم ان هو في الاخر نمطه حسي. برضه من ضمن الكلمات هتلاقيه بيقول لك كده من وقت للتاني: انا شامم ريحه مش حلوه للموضوع ده، انا مرتاح قوي للشخص ده او مش مرتاح للشخص ده. الشخص الحسي بقى بينام ازاي؟ الشخص الحسي لما بينام ما بيتحركش ولا يمين ولا شمال، فبالتالي لو انت هتنام جنب شخص حسي صدقني انك هتنام نوم عميق ومريح جدا. طيب فاكر بقى النمط السمعي اللي احنا ما قلناش طريقه نومه عامله ازاي؟ النمط السمعي ده تقدر تظبط له الساعه على حركته وهو نايم. يعني ايه؟ يعني هتلاقيه بيتقلب وهو نايم ولكن باوقات ثابته، كمان هتلاقيه بيتقلب في مكانه، يعني مش هيزعجك. هو الراجل فعلا بيحتاج وقت علشان يقدر يحدد هو محتاج ايه وايه اللي هيريحه. كده صديقي بعد ما قدرت تعرف الثلاث انماط لاي شخص، وكمان قدرت تعرف شخصياتهم، وكمان قدرت تعرف ايه هي الكلمات اللي هم بيقولوها علشان اول ما هتسمعها تبدا تعرف نمط التمثيلي للشخص اللي قدامك. طبعا علشان تقدر انك تتعامل مع كل نمط من الانماط اللي فاتت دي وتقدر تكسب قلبه وتكسب عقله، فمهم جدا في البدايه انك تعرف نمطك التمثيلي انت شخصيا ايه علشان تقدر تكتشف الانماط التانيه. لازم تحدد هل انت نمطك بصري ولا سمعي ولا حسي. سمعك اللي بتقول انا فيا الثلاث انماط، صحيح بالفعل ممكن يكون جواك الثلاث انماط، ولكن صدقني هيكون في نمط او نمطين هما الاغلب على الثلاث انماط دول. يعني على سبيل المثال ممكن ايهاب يكون، على سبيل المثال ممكن يكون بصري سمعي، ممكن يكون بصري حسي، بالظبط كده. فكل واحد فينا جواه الثلاث انماط، ولكن في نمط واحد بس هو اللي بيطفو على سطح الشخصيه. زي ما قلت لك لازم تحدد الاول انت انهي نمط من الثلاث انماط دول علشان تقدر تعرف ازاي هتتعامل مع الاشخاص من الانماط التمثيليه التانيه. وكمان ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات لو انت فهمت الفيديو ده كويس وكتبت ورايا ان نمط التمثيلي ايه، سمعي ولا بصري ولا حسي. ولو عملت كده في التعليقات ولقيتني عملت لك لايك على الكومنت بتاعك فاعرف ان اجابتك مش قوي، لو عملت لك لاف اعرف ان انت جبت النمط التمثيلي بتاعي صح جدا. ولكن يا شباب زي ما اتعودنا على القناه ان احنا دايما على العهد، ما تحاولش انك تستغل اي حاجه من علوم التحليل النفسي او من تحليل الشخصيات في اذى حد، وانك لازم تستغل العلم ده سواء في النفع ليك او في النفع لغيرك. برضو على العهد يا صديقي، لايك وشير وكومنت وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوز والاشعارات من النوع ده، وكمان علشان تدعمنا نقدر نكمل في تقديم المحتوى الهادف، المحتوى المفيد. اشوفك في الحلقه الجايه، شكرا، السلام عليكم.